في قصة سمعتها من حضرتك عن الوالد الله يرحمه رحمة الله عليه عندما مرض وذهب إلى مصر. نعم. لو تقصها علينا أيضا فضيلة الشيخ. نعم. يعني كنا أخذناه إلى مصر للعلاج، وكان في حالة إغماء. ومن العجيب أنه في حالة إغماء مش موجود، غيبوبة. أقرأ القرآن عنده فياتي عندي خطأ أو كذا، أو حتى في الرواية يصحح لي. يا سبحان الملك. ولما استيقظ من غيبوبته بعد يمكن سنة أو أكثر كان في غيبوبة. فاستيقظ وشفاه الله سبحان الله وعافاه الله، ولا نحسبها إلا كرامة القرآن، والله الذي لا إله إلا. الطبيب في مصر قال لكم لا فائدة. الأطباء والله ضحك علي الدكتور المصري، قال لي أنت جايبه هنا عشان تدفنه عند سيدنا الحسين ولا إيه؟ قال لي هكذا. سبحان الله. قلت له لا. قال لي ده أنت جايبه ميت، ده أسبوع ولا أسبوعين وخلاص، الحق به بالطيارة. وأخذناه. والأطباء كان في الصومال، والأطباء في الصومال أيضا قالوا هكذا نفس الكلام. ويكون في غيبوبة لمدة سنة ويشفيه الله من كل الأمراض التي كانت عنده كأن لم يكن به، ويعيش بعدها يمكن 7 ولا 8 سنوات. سبحان الملك. المهم القصة هنا أن بعد سنة أو أكثر من غيبوبته لما رجع إلى حاله لا يغيب عنه حرف من كلام الله، يا سبحان ولا حتى الروايات ولا حتى القراءات. سبحان الله. فهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن من صاحب القرآن، والد رحمة الله عليه كان ورده اليومي مش في رمضان، ورده اليومي كان 10 أجزاء يختم في كل 3 أيام. وأنا لما رجعت إلى الصومال في إجازة وأنا كنت في الأزهر وسألني كم تختم، فقلت 7 أيام، فنهرني، كنت أظن أنه سيفرح بي. قال 7 أيام؟ ايش عندك أنت أولاد ولا زوجة ولا عيال؟ لا إله إلا الله. قال تفهم معنى هذا الكلام، تمر بك كل آية في الأسبوع مرة واحدة. يا سبحان الله. فيعني أهل القرآن يعني كرمهم الله وشرفهم.